اي مدير او صاحب شركه بيوصل لمرحله ان هو لازم ياخد قرار مصيري للشركه بتاعته، يرفع الاسعار، يفتح فرع جديد في منطقه جديده، او حتى يوقف النشاط مؤقت. القرارات دي لازم تبقى قرارات مدروسه وصحيحه، مش قرارات عشوائيه. في الحلقه دي من قناه بيزنس على السريع هنتكلم على 8 خطوات نستخدمهم ازاي ناخد اي قرار في البيزنس. عاوز تعرف ايه هم الخطوات دي؟ تابع الفيديو للاخر. اول خطوه اللي هي تحديد المشكله. هنتخيل مع بعض حد صاحب كافيه ابتدى يشوف ان المبيعات بتاعته بتقل. فاول رد فعل ليه كان ان هو مثلا الناس ابتدت تبطل تنزل او تخرج خروجات في الكافيهات. لكن بعد تحليل بسيط اكتشف ان هو لا، مش السبب دوت. السبب ان التيك اواي او الطلب على التطبيقات مثلا كان قليل جدا، فهو ده كان السبب الرئيسي لقله او انخفاض الايرادات. فاول حاجه ان احنا بنعرف ايه الايدنتيفاي بروبلم، او نعرف ايه المشكله بالظبط نحددها عشان نعرف بعد كده ناخد اي قرار او اي ستيب بعد كده. تاني خطوه اللي هو معايير القرار اللي هياخدها. يعرف ايه هي معايير القرار. ممكن تبقى التكلفه، الوقت، ورضا العملاء. الحاجات دي كلها ممكن، يعني هو عايز بقى ايه؟ حل عملي سريع مش مكلف. فهنا دي اسمها الايدنتيفاي الديسيجن كرايتيريا، او قرارات اللي هياخد عليها او الحاجات المهمه ان هو ياخد عليها القرار بتاعه. تالت خطوه ان هو يحط وزن للمعايير بتاعته. ممكن يحط رضا العملاء اهم حاجه بالنسبه له، بعد كده التكلفه، وبعد كده السرعه. يبتدي يحط مثلا ترتيب لكل حاجه فيهم، فابتدى ان هنا يلاقي ان رضا العملاء اهم حاجه دلوقتي في اتخاذ القرار بتاعه، وهو دوت اللي هيستثمر فيه فلوسه في الوقت الحالي. رابع خطوة اللي هي تطوير البدائل. ممكن يعمل كذا بديل، ان هو يعمل خصم 20% على الطلبات الخارجية، ممكن يعمل التوصيل مجانا، ممكن يتعاون مع ابلكيشنز زي طلبات والمنيوز ان هم يعملوا حملة مشتركة، او مثلا حل رابع ان هو يبتدي يطور الابلكيشن بتاعه بتاع الكافيه نفسه. خامس خطوة تحليل البدائل. ممكن لقى ان الخصم ال 20% ممكن يقلل الارباح، والتوصيل المجاني ممكن يزود التكلفة، والتعاون مع المنيوز او الطلبات اللي هي الابلكيشنز عشان يعملوا حمله هيوصل لعملاء جداد بس هيكلف عموله برضو كتيره. ولقى ان تطوير الابلكيشن نفسه هياخد وقت طويل، فابتدى ان هو يعمل تحليل للبدائل دي كلها، ولقى ان انسب حل ان هو يتعاون مع ابلكيشنز زي طلبات مثلا. سادس خطوة اختيار البديل الأفضل. لما اختار البديل الثالث اللي هو التعاون مع ابلكيشنز زي طلبات، ان هو قال ان هو عامل معاهم حملة لمدة شهر، والعميل هياخد كوب مجاني او مشروب مجاني مع اول طلب ليه. فهنا هو عمل خدمة للقرار بتاعه، ان هو هيزود العملاء الجدد اللي هيعرفوا الكافيه بتاعه، او وهيزود الطلبات الخارجية للكافيه بتاعه. فهنا هو اختار البديل الأنسب. سابع خطوة تنفيذ القرار. الراجل أو صاحب الكافيه ده ابتدى إن هو يجهز العرض والفريق بتاعه والحملة الدعائية بتاعته بالاشتراك مع ابلكيشن طلبات، وابتدى فعلا إن هو يشوف إن أول أسبوع من الحملة ابتدت الطلبات تزيد بنسبة 20% من الكافيه بتاعه. وما اكتفاش بكده، ابتدى إن هو يتابع التطور أو التحليل بتاع زيادة المبيعات يوم بيوم. تامن خطوة تقييم فعالية اتخاذ القرار. ابتدى يشوف فعلا ان هو بعد شهر المبيعات رجعت لمستواه الطبيعي. مش بس كده، كمان في عملاء جدد اتعرفوا او عرفوا الكافيه بتاعه، وابتدوا ان هم فعلا يطلبوا طلبات من الكافيه حتى لو ما كانش فيه عروض. فده كده القرار نجح، بس مش نجح وبس، هو كمان علمه درس ان هو الحملة ممكن تجيب عملاء جدد، لكن التجربة الكويسة او الجيدة هي اللي تخليهم يستمروا معاه ويشتروا منه اكتر. في النهاية صاحب البيزنس هنا ما اعتمدش على الحظ وقال نجرب ونشوف، لا، هو اعتمد على 8 خطوات ممنهجة بيستخدمها اي حد في اتخاذ القرار. فالمرة الجاية لما تقف في قرار ومش عارف تاخده، وقف وفكر واستخدم ال8 خطوات اللي احنا قلنا عليهم، وشوف هتمشي معاك ولا لا. ولو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب، وقابلكم الفيديو الجاي. سلام.